القصر ده بناه الخديوي إسماعيل مخصوص لحبيبته الفرنسوية الإمبراطورة أوجيني، والقصر ده اتكلف فلوس كتير قوي وبسببه زادت الديون على مصر وصدر فرمان بعزل الخديوي إسماعيل. إسماعيل شاف أوجيني وحبها وهو لسه طالب بيدرس في فرنسا، وأول ما خلص دراسته رجع على طول على مصر وبعد عن أوجيني. بعدها أوجيني اتجوزت واحد من أهم أباطرة فرنسا وهو الإمبراطور نابليون الثالث، وبقت الإمبراطورة أوجيني. ومرت السنين ومنسيش الخديوي إسماعيل حبه القديم، واستغل فرصة افتتاح قناة السويس وبعت لأوجيني دعوة تكون ضيفة شرف افتتاح قناة السويس. استقبلت أوجيني الدعوة ورحبت بيها وقالت له أنا عايزة أجي أزور مصر، والخديوي إسماعيل حب إن هو يلفت نظرها ويبهرها فبنى لها القصر الفخم ده علشان يستقبلها فيه طول فترة افتتاح القناة هي والحاشية بتوعها. مش بس كده، ده كمان بنى لها كوبري قصر النيل مخصوص علشان يسهل عليها الوصول للقصر، والقصر ده موجود دلوقتي جوه فندق الماريوت في الزمالك. واستقبلها الخديوي على رصيف مينا بورسعيد، وبعدها سمى الشارع اللي مشوا فيه على اسمها، وبعد جاب خبراء من ألمانيا وفرنسا علشان يبنوا لها القصر ده، وحب يعملوا لها نسخة طبق القصر من قصر التوليري في باريس علشان ما تحسش ان هي في غربة وتحس ان هي في وطنها. وعمل لها أوضة نوم كلها من الذهب وكتب عليها عيني لا تنساكي للأبد. من كتر بذخ الخديوي إسماعيل لما عرف ان أوجيني عايزة تزور الأهرامات بنى لها قصر مينا هاوس وشارع الهرم مخصوص. بس يا فرحة ما تمت، اتسربت الأخبار لجوزها نابليون في فرنسا وزاد غضبه وغيرته عليها وقال لها لازم ترجعي فرنسا في الحال. وبسبب بذخ الخديوي والديون اللي كلفها لمصر صدر فرمان بعزله من منصبه، ومات الخديوي إسماعيل وحزنت عليه أوجيني لدرجة إنها كانت بتيجي تزور قبره في مصر كل فترة وتزور قصر الجزيرة. ودي كانت قصة الحب والغرام بين الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني.